أهلا ومرحبا بكم. النهاردة حلقة شائكة جدا عن قصة زواج النبي محمد من صفية بنت حيي رضي الله عنها. البعض يرى أن هذا الزواج كرامة لصفية واحترام لها ورفعة من شأنها، والبعض الآخر يرى أن هذا الزواج هو زواج بالإكراه وتحت التهديد. تعالوا نحكي القصة من أولها ونتناقش مع بعض ونستنتج هل هو فعلا زواج بالإكراه أم رفعة لشأن صفية. وقبل ما نبدأ في الحكاية تعالوا نعرف مين هي صفية بنت حيي. هي صفية بنت حيي ابن أخطب، يهودية من سبط اللاوي ابن بني الله إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. ولدت في المدينة المنورة سنة 12 قبل الهجرة، أي 610 ميلاديا. كانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين ووقار. تزوجت قبل إسلامها من سلامة ابن مكشوف القرظي من فوارس وكبار شعراء قومها، ثم تزوجت من كنانة ابن أبي الحقيق. القصة بتبدأ لما انتصر النبي محمد في غزوة خيبر، وهي معركة جرت بين المسلمين واليهود في خيبر بالسعودية. القادة من المسلمين كانوا طبعا النبي الرسول محمد وعلي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. ومن ناحية اليهود كان القائد العسكري اليهودي مرحب بن أبي زينب. والدافع لهذه الغزوة هو رغبة الرسول في التخلص من يهود بني خيبر الذين كانوا مركز للتآمر والاستفزاز ضد المسلمين، فأراد أن يتخلص منهم. وانتهت الغزوة بانتصار المسلمين بقيادة الرسول وقتلهم وقتل زوج صفية كنانة ابن أبي حقيق، وقتل ابن عمها وزوج أختها وأخيه. وأخذت صفية كأسيرة من بين الأسرى بعد أن كانت بنت سيد القوم أو زعيم القوم عند اليهود، وهو حيي ابن الأخطب. وهنا تزوجها الرسول قبل أن يرجع حتى إلى المدينة. تعالوا بقى نشوف رأي الناس في هذا الزواج. في فريقين. الفريق الأول يرى أن هذا الزواج هو إعلاء لكرامة صفية، والفريق الثاني يرى بعد إجبارها على الدخول في الإسلام وقتل أهلها وعشيرتها. تعالوا نشوف مع بعض الفريق الأول بيبرر إزاي زواج النبي محمد من صفية. بيقولوا إن النبي محمد دخل بها أو تزوج من صفية قبل أن يصل إلى المدينة. يعني كان في خيبر في السعودية، والمفروض ان هم خلصوا وانتصروا، والمفروض ان هم يرجعوا الى المدينة. هو تزوجها قبل ان يصل حتى الى المدينة. فهل هو كان مستعجل قوي للدرجة دي ولا ايه التبرير؟ هم بيقولوا ان هو كان ممكن يصبر لغاية لما يصل الى المدينة، ولكنه لم يصبر حتى يعود الى المدينة. والتبرير هو ان صفية كانت بنت زعيم القوم او سيد القوم، ولم يريد ان يدخلها النبي الى المدينة ذليلة في صورة أسيرة، وفي موقف يشعر الناس منه أن النبي تعطف لحالها. وهنا خيرها الرسول إما أن ترجع لما تبقى من أهلها وعشيرتها من اليهود، إما أن تدخل الإسلام وتتزوج منه. فاختارت الإسلام والزواج من النبي محمد لرفعة شأنها، وتزوجها وحفظ كرامتها ورفع من شأنها. ويرى هذا الفريق أنها تزوجت النبي محمد عن حب واقتناع، وأنها دخلت الإسلام عن قناعة تامة بعد أن تخلصت من كل أهلها الكفار. أما الفريق الثاني يرى أن زواج النبي محمد من صفية بعد إجبارها على الدخول في الإسلام بعد أن قتل أبيها في قريظة، وقتل زوجها وأخيها وابن عمها وزوج أختها وباقي أهلها وعشيرتها في خيبر، وهي لم تتجاوز 17 من عمرها، بينما أهلها لم تجف دمائهم بعد. ويروا أنها جريمة إنسانية في حق السيدة صفية، علما بأن صفية لم تكن هي الوحيدة، إنما هناك امرأتان غيرها، جويرية بنت الحارث والتي كان اسمها برة،
والتي غير اسمها محمد اسمها جويرية وتعني الجارية الصغيرة. وهنا ناس كتير بتتساءل ليه غير اسمها، وليه غير اسمها لاسم فيه مذلة ومهانة وهو جويرية ومعناه الجارية الصغيرة؟ هل أصبحت جارية له؟ ولماذا يغير اسمها إلى اسم فيه ذل ومهانة؟ السيدة الأخرى هي ريحانة بنت يزيد. ويتساءل الفريق الثاني كل هذا يليق بنبي مرسل من الله؟ ويرى الفريق الثاني أن السيدة صفية دخلت في الإسلام أو قبلت بالإسلام دينا وبالرسول زوجا خوفا على حياته. تخيلوا معايا الموقف، شابة صغيرة في مقتبل العمر عندها تقريبا 17 سنة وفائقة الجمال، وفجأة لقت إن أهلها وعشيرتها تم قتلهم، وأبيها وأخيها وزوجها وزوج أختها وابن عمها كلهم قتلوا في غزوة خيبر. وتتفاجئ إن اللي قتلهم هو اللي جاي يقول لها ادخلي في الإسلام وتزوجيني. فطبعا هي ضعيفة، أصبحت صغيرة وضعيفة لا حول لها ولا قوة، ورأت شخص ويريد أن يتزوجها ويدخلها في الإسلام، وبالزواج دوت هتكون حافظت على حياتها وبعدت عن كل التهديدات والمخاوف. فاضطرت طبعا ان هي تدخل الى الاسلام وتتزوج بنبي الاسلام محمد. كتير ناس بيقولوا كان ممكن ان هو يكرمها عن طريق ان هو يطلق سراحها ولم ينكحها ولم يدخلها في الاسلام بالاجبار، يعني كان ممكن يكرمها ويعلي من شأنها بطرق اخرى كثيرة غير ان هو يجبرها على الدخول في الاسلام ويتزوجها نفس اليوم الذي تم قتل فيه اهلها وعشيرتها. ناس كتير كمان بتقول حتى من الناحية النفسية، يعني هو لم يراعي حالتها النفسية بعد كل هذا الكم من القتل والسبي والمعركة وقتل أبيها وأخيها وأهلها، لم يمهلها حتى أن تستعيد قواها ونفسيتها لتأخذ القرار السليم بكامل إرادتها، ولكن هو استغل الموقف، استغل ضعفها، استغل حالتها النفسية السيئة. إن ناس كتير بتقول هل هذه الفعلة هي تتميم أو تمم بها مكارم الأخلاق أم هي إطاحة بكل مكارم الأخلاق؟ وهل هذا هو نبي الله المرسل الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق؟ حكايتنا خلصت النهاردة، ولكن أحب أسمع رأيك عزيزي المشاهد بكل صراحة وبكل وضوح. اكتب لنا في التعليقات انت من اي فريق؟ انت مع الفريق الاول اللي شايف ان زواج النبي من صفية هو رفعة لشأنها وحفظ لكرامتها، ان هي تدخل المدينة وهي زوجة لرسول الله، ولم تدخل المدينة وهي ذليلة كثيرة عبدة أسيرة، وشايف ان هي دخلت الاسلام برضاها وتزوجت النبي عن حب واقتناع؟ ام انت مع الفريق الثاني بعد ان تم قتل اهلها وعشيرتها ودخولها للاسلام كان بالاجبار، وأن تم استغلال موقفها وضعفها وإجبارها على الدخول في الإسلام والزواج من النبي محمد؟ أتمنى تكون حلقة النهاردة نالت إعجابكم، وأشوفكم في حلقة قادمة من المسكوت عنه في التاريخ، وطاب مساءكم.